السلام عليكم. على اسمي أحمد سيد، عندي 22 سنة، من أسيوط، مركز أبنود. أحكي لكم حكايتي من لما كان عندي 17 سنة. الحكاية ابتدت وأنا في تانية ثانوي. حسيت بفقدان الشغف في الحياة، حسيت بفقدان الشغف في كل شيء، بس كان عندي شرارة جوايا بتقول لي إني عايز أبقى ممثل، عايز أسيب كل حاجة وأروح القاهرة أدور على فرصة في السينما. الحقيقة إن أنا صارحت أهلي بالكلام ده، قلت لهم إن أنا عايز أسيب الدراسة وعايز أسيب كل حاجة وأروح أسافر، أكمل في القاهرة، أشتغل أي حاجة بارت تايم، وبعد الشغل أدور على فرصة إن أنا أمثل. تمام. الفترة دي أنا كنت بحاول أستعيد شغفي، أنا أسافر وأدور على فرصة، لأن أنا كنت ساعتها ميت حرفيا. ما كنتش شاطر في الدراسة، ما كنتش شاطر اجتماعيا، ما كنتش شاطر في أي حاجة. كلمت أهلي قلت لهم أنا أخدت قرار إن أنا عايز أسيب الدراسة وإن أنا عايز أسافر وأسعى وأجري ورا حلمي. طبعا الموضوع قوبل بالسخرية في البداية، بعدين لما أهلي حسوا إن الموضوع جد ابتدوا يعرضوني وابتدوا يحاربوني وابتدوا يقولوا لي ما ينفعش، لازم تكمل دراستك، لازم تتخرج من الكلية، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. طيب يا بابا، انا ما عنديش شغف، انا مش عايز اكمل دراسة، انا مش عايز اذاكر، مش عايز، ما عنديش رغبة، انا انسان مش عايز، ما عنديش رغبة، انا حر. لا، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها مش عايز، مفيش حاجة اسمها ما عندكش رغبة، مفيش اي حاجة من الكلام ده. انت لازم تعمل المطلوب منك، لازم تعمل زي ما احنا عايزين. بعد نقاشات ومناقشات وبعد خناقات وبعد صراخ وبعد كذا وبعد كذا، الموضوع كان فعلا بجد. رضخت، قررت ان انا اكمل دراسة، بس غصب عني. بكمل حياتي اليوم بيومه بطريقة سيئة جدا، بس مضطر. I don't have any choice. تمام. عدت تانية ثانوي، شلت 5 مواد، كنت في علم علوم، شلت 5 مواد. طبعا تمت مقابلة ده بشكل سيء، يعني شلت 5 مواد، وايه اللي دخلك علمي والكلام ده كله. امتحنت ال5 مواد ونجحت. دخلنا بقى في معمعة دروس تالتة ثانوي. بدأت، حجزت، رحت بدون أي رغبة، بدون أي شغف، بدون أي دافع، بدون أي هدف، بدون أي شيء. بروح أحجز والمدرس بيقول لي أنت فاتك 3-4 حصص، ما ينفعش تاخد معانا علشان يعني مش هتفهم حاجة، انت فاتك 3-4 حصص. طيب، بركة يعني، شكرا يا مدرس، انا اصلا ما كنتش عايز اشوف وشك هنا. بس ماشي، تمام. ارجع تاني بيتنا بعد ما اتسكنت مثلا عن 3-4 مدرسين، وباقي المواد معرفش اتسكن فيهم علشان ما بدأتش من البداية. قررت ان انا اخدع اهلي، اخد فلوس دروس المواد اللي انا ما خدتهاش او ما لحقتش اخد فيها دروس، والمواد الباقيه اروح غصب عني اي حاجه وخلاص، اي هبد، اي كلام في نص رغيف، علشان بس اعدي السنه، علشان اخش كليه واتخرج والكلام ده. طبعا قعدت اولى ثانوي بدون اي مذاكره، بدون اي دروس، سقطت في 6 مواد ونجحت في 4.
وطبعا تمت مقابلة ده بشكل سيء، وانت ازاي كده، انت ايه اللي انت عملته ده، وانت كنت شاطر، ايه اللي حصل لك انت ايه ده، انت مش بني ادم، كل اصحابك جايبين فوق 90% وانت جايب لي 26%، انت ايه، وكذا 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 وكذا، حاجات كتير جدا. فتم يعني انا كان عندي مثلا let's say 1% شغف، 1% بعيش بيه زي كده، 1% اكسجين مثلا، اتسحق، مفيش اكسجين، بقيت بكمل حياتي كده بدون اي شغف، بدون اي رغبة، بدون اي حاجة. عديت تاني سنة، نجحت في 3 مواد وسقطت في 3 مواد. عديت تالت سنة، نجحت بعد ما خدت دور تاني، نجحت ودخلت كلية خدمة اجتماعية. حلو. في السنتين بتوع تالتة ثانوي الأخرانيين شاركت في عروض مسرحية، قدمت أداء مسرحي شهد عليه المخرجين وشهد عليه صحابي، كانوا صحابي في المشاهد عامة. أي مشهد بيبقوا قاعدين يتكلموا ويهزروا ويضحكوا، بمجرد ما بيجي المشهد بتاعي وأنا بمثل كله بيسيب اللي في ايده وبيتفرج عليا. أنا فعلا كان نفسي أبقى ممثل، وفعلا معايا حق إن أنا أكون ممثل، رغبتي في إن أكون ممثل مش من فراغ. المهم دخلت كلية خدمة اجتماعية، واحتضني مسرح الكلية، مسرح الجامعة، المكان اللي احتضني فعلا. كليتي أكتر كلية بتهتم بالنشاط المسرحي. شاركت في الكلية في عروض كتير، أنا في سنة 3 كلية دلوقتي. شاركت في عروض كتير، يعني خلينا نقول مثلا 6 عروض، 3 عروض في الكلية والجامعة و3 عروض بره في الثقافة. يعني قدمت أداءات كويسة في العروض ولقيت استحسان، والمخرج بعد البروفا كان بيشكرني بعد أدائي، ولغاية دلوقتي وبقدم أداء كويس. وفعلا بكتشف إن أنا كان معايا حق إن أنا أكون ممثل، إن أنا أسافر وأجري ورا شغفي. تمام. أنا وصلت لنقطة إن أنا مش بستمتع بأي حاجة في الحياة غير وقت البروفة بتاعة المسرح، بتاعة الكلية أو بتاعة الثقافة، اللي بتبقى كل فين وفين، بتبقى نوع من أنواع التطعيم. يعني بمثل في البروفة دي وبحس باستمتاع، وباقي السنة وباقي الأيام طين هراء. بعمل إيه؟ ولا حاجة. بذاكر؟ مش بذاكر. بنجح؟ بنجح بس على الحركرك، مش مهم التقدير، بس مش بذاكر. بعمل ايه في الحياة؟ صحابي؟ لا، يعني ما بخرجش مع صحابي معظمهم دكاترة او مشغولين، محدش فاضيلي، وكله عنده الكوميونتي بتاعه. طيب انا ايه اللي وصلني لكده؟ انا عندي 22 سنة، ولما كنت عايز اجري ورا شغفي كان عندي 17 سنة. انا عايزكم تتخيلوا معايا مدة 17 سنة لغاية 22 وانا بسعى في القاهرة على فرصة تمثيل في السينما. 5 سنين من السعي المتواصل. 5 سنين من السعي المتواصل. انا كان زماني فين دلوقتي؟ كان زماني نجم شباك، كان زماني صورتي محطوطة على فيش، كان زمان الناس بتدفع تذاكر وتتفرج عليا، لان انا مش اقل من اي حد، وعندي دلائل، وعندي ناس بتمدح ادائي، وعندي كل الكلام ده. ومش مجاملة، يعني انا فعلا بحس اللي قدامي لما بيشوف ادائي بيشكرني، بحس ان هو صادق، ان هو يسيب كل الناس بعد البروفا ما تخلص ويجي يسلم عليا يقول لي برافو، ادائك كان حلو من قلبه، ويجي يقول لي برافو عليك، بتعيد المشهد وبتكمل بتمثل ما بتيأسش. دي حاجات بتتقال، فمش حرام ان انا اضيع كل الموهبه دي في مكان اللي هو مسرح الجامعه، اللي الولاد والبنات فيه بيمثلوا فيه جاست للتسليه، جاست يتعرفوا على بعض، جاست يرتبطوا، انما هو مش مكان للشغل التمثيل الاحترافي. يعني
المهم ما علينا. انا وصلت لنقطة من الحياة لا توصف. انا مش بشتكي، انا مش طالب من اي حد مساعدة، أنا الحمد لله تمام يعني. بس انا وصلت لمرحلة وحشة جدا، مرحلة ان انا بقوم من النوم وانام تاني، بصحى من النوم على نفس الروتين، نفس كوباية القهوة، نفس كل شيء. كل يوم بشتري كارت فكة عشان اقلب على النت علشان اليوم يمشي، والمفروض ان انا اعمل كده لمدة 1.5 سنة لغاية ما اتخرج علشان اسعى ورا شغفي. المفروض ان انا اعيش 1.5 سنة من الشيت لايف دي لغاية ما اتخرج واحصل على حريتي. طيب ليه؟ يعني ليه انا مضطر لكل ده؟ ليه انا مضطر ادرس في الكلية واخد البكالوريوس؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر وظيفة؟ طب ما انا ممكن احصل على اي وظيفة بشهادة الاعدادية واشتغل واجيب فلوس عادي، ما بقتش تفرق. يعني انا خلاص، انا الوقت عدى يعني. انا مش هشتكي مش بشتكي او مش بقول خلاص يعني خلاص يعني اللي حصل. انا قربت اتخرج يعني، فاضل لي 1.5 سنة ان شاء الله. بس انا حبيت اقول للعالم انه في واحد في نقطة ما من الارض بيعاني معاناة نفسية شديدة بسبب تقاليد مجتمع ملهاش اي لازمة، زي الدراسة الجامعية او زي التمثيل ما بيأكلش عيش مثلا. حبيت اقول للعالم انه في واحد في نقطة ما على الارض بيعاني بمثابة الصرخة. انا هنا يعني بصرخ، انا نفسي اصرخ بصوت عالي بس مش هقدر علشان انا قاعد وسط ناس وسط جيران وسط مجتمع، فمش هعرف اصرخ. فدي طريقتي الوحيدة للصراخ، صراخ ولو مكتوب بس صراخ يعبر عن معاناتي، يعبر عني يعني واحد فعلا بيعاني. لانه من كتر ما انا بكبت مشاعري انا حاسس ان انا ميت، انا مش عارف اتكلم، انا ميت مدفون في مقبرة، مدفون تحت الارض، مش عارف يتكلم، مش عارف يطلع، مش عارف يقول حاجة. معاناة شديدة بصراحة. يعني انا اذكر ولا بلاش، ملوش لازمة الكلام في المواضيع دي، بس انا يعني حبيت اقول ان انا عملت اشياء مهينة لكرامتي ومهينة لإنسانيتي علشان أحصل على لحظات من المتعة اللي تخليني أكمل الحياة الخرا دي. محدش يفهم إن أنا معترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا سبحانه وتعالى كرمني ووقف معايا وحن عليا واعطاني، ولولا كرم ربنا سبحانه وتعالى انا كان زماني في حته وحشه جدا. بس انا معترض على الناس اللي يوصلوا حياتي للشكل ده او حياتنا كلنا للشكل ده، على الناس اللي حطوا قواعد في دماغهم ووصلوها لينا ان حياتنا لازم تمشي بالتسلسل ده: ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعة، وظيفة، جواز، قبر. انا اعتراضي على الناس دول، اعتراضي على الناس اللي متمسكين بالفكر ده، اعتراضي على كل اب وام بيقارن بين ابنه وابن ناس تانيين
وبين مجموعة ابن ومجموعة ناس تانيين، بين كلية ابن وكلية الناس تانيين. أنا معترض على كل ده اللي أنا معترض عليه. يا أخي أنا كان عندي شغف، أنا كنت شاب، كان عندي حماس، كنت مبسوط، كنت كويس، كنت بكامل صحتي وبكامل عافيتي وبكامل طاقتي وبكامل كل حاجة. عندي شغف، عايز ابقى ممثل، عايز اسافر واجري ورا الشغف ده. بتسحق شغفي ليه؟ انا مش بكلم بس ابويا او امي او اي حد، انا بكلم يعني كل الناس اللي بتفكر بنفس التفكير التقليدي. يا اخي واحد عنده شغف، سيبه يجري ورا شغفه. بنستغرب من معدلات الجريمة، معدلات القتل، مش عارف مين بيقتل مين ومين بيقتل مين. طب هو ده ليه؟ عشان كل واحد كان عنده شغف، كان عنده حلم، اتقتل، اتسحق، فبقت الجريمة شيء عادي. هو اتقتل فبيقتل، هي اتقتلت فبتقتل. فأنا حابب أقول لو أنت أب أو أنت أم، ابنك أو بنتك عنده شغف عايز يجري وراه، خليه يجري وراه. صدقني لو ما عملتش كده هتندم أشد الندم. أنا وصلت الحيطة سد في حياتي، مش بسببي ومش بخطئي، بسبب ناس قتلت شغفي، ناس مش عارف اقول ايه يعني. بس وصلت لمرحلة ان انا بكمل حياتي ان انا لمجرد ان انا اكملها، لاني ما عنديش اختيار تاني، عايش وبس. يعني مثلا بتشوف الناس الهوملس اللي في الشارع، اللي هم الناس ساكنين الشوارع والحاجات دي، وبيعيشوا وياكلوا الزبالة والكلام ده كله. الناس دول زيهم زيي او زيهم زينا، بس الفكرة ان هم اللايف ستايل بتاعهم في الشارع وانا اللايف ستايل بتاعي في البيت. يعني فرق بسيط مش فرق كبير. وكل ده ليه؟ عشان ابن خالتك دخل كلية هندسة، ابن عمتك دخل كلية طب، صحابك جايبين مجموعة أكبر منك. كل ده كلام فارغ وقعدت عليه سنين يعني، بس مش هيتنسي. هو اللي وصلني للمرحلة دي. شيء غير طبيعي اللي بيحصل معايا واللي بيحصل مع الناس كلها، شيء غير طبيعي. وبالنسبة للحل فهو مفيش حل، مفيش حل. الحل كان موجود والشغف كان موجود، بس تم القضاء عليه عشان معتقدات متخلفة، عشان أفكار متخلفة، عشان أفكار ثابتة ملهاش أي لازمة. يعني أنا من كام شهر كده، شهرين يمكن، شفت فيلم Dead Poets Society بتاع روبن ويليامز. كان في شخصية ولد كان بيحب التمثيل، وأبوه بيقرر يعاقبه وينقله مدرسة تانية علشان يسيب التمثيل وكده، فبينتحر. الولد ده كان عنده 17 سنة برضه. بيفكرني بنفسي، ساعات بفكر انه الانتحار كان هيبقى نهاية جميلة ليا، مع انه حرام، مع انه لو انتحرت
هحترق في الجحيم. بس ساعات بحس ان الانتحار احسن من فكرة المهزلة اللي انا عايش فيها دلوقتي، الصورة الهزلية اللي انا بقيت فيها دلوقتي. بقيت هلاهطة بعمل اي شيء عشان احصل على لحظات من المتعة علشان اكمل يومي. بس انا حبيت افتح الكاميرا واحكي معاناتي، واللي قد تكون معاناة ناس كتير. حبيت احكيها بشكل عشوائي، المهم افضفض يعني، اقول اللي جوايا وبس. شكرا ليكم. لو عجبك الفيديو، عجبتك القصة، اعمل شير، اعمل لايك. عايز تشتمني اشتمني، عايز تعمل لي بلوك اعمل لي بلوك، عايز نبقى اصحاب ابعت لي نبقى اصحاب. والسلام عليكم.